يلا اطفيهم. سنة حلوة يا نفس، سنة سنة حلوة يا نفس. يا حلوة حبيبتي انت. شكرا. يلا قطع. طيب. انبسطي بمشوارك بنتي. تسلمي لي ماما. طالعة حلوة كتير. شو بكي؟ نسيته. شو نسيتي؟ نسيت مفتاح السيارة أمي. أنا بجيبه. يسلموا. نفس، نفس بنتي حبيبتي. يمان، يمان، يمان. عملك. نفس أوكسوي 26 سنة، عندها مشكلة خلقية بالقلب. يمان أرجن 30 سنة، حاول يقتل حاله، نزف كتير من دمه، وهو بحاجة لمتبرع بالدم ينقذ حياته. بسرعة.
رح شغل الجهاز. يلا خلينا نفك كل الحزام. اهدوا، لساته عايش. يرجى من الطبيب كرم أورسوي التوجه إلى الإسعاف. أنسة نفاس، أنت ما بتصيري تقومي من تختك لو شو ما صار. شو جابك لهون؟ كل شوي بدي عدلك نفس الحكي. اللي صاير معك ما نو شغلة بسيطة، وقلت لك ما لازم تتحركي من تختك. رجعي على غرفتك لو دقت سمحتي. خلاقي كتير. خلص لا تخافي علي. طلعي ما فيني شي. انت ما بتعرفي كم نوبة مثل هي صايرة معي من وقت ما خلقت لهلا. طيب إذا الدكتورة شافتك بوقتها أكيد رح تعصب وتزعل مني. ولا يهمك، أنا بحاكي يا أنت لا تخافي. مين الشاب اللي بهي الغرفة؟ أي غرفة؟ أول وحدة اللي بابها مفتوح. إيه شو بدك أحكي لك؟ هالشاب كتير زعلني على وضعه. عمره شي 30 سنة وللأسف حالته خطيرة. لو تشوفي شو قصدك؟ بيزعل. حالته صعبة؟ لا بصراحة هو ما مريض إيه؟ بشي. هو كان بده يموت حاله. إيه لحقوه بآخر لحظة. لا ما بصدق بلا. يا حرام. ايه ابصر ليش عمل هيك ما بعرف. عن جد زعلني. شو ما كان ما لازم يعمل هيك. شاب واعي عمره 30 سنة. معناته حرام. لازم أعرف شو قصته هلأ. كيف صرت؟ انت كيف بتخاطر هيك بحياتك؟ شاب وواعي ومانك صغير، كيف بتعمل مثل هالشغلة وبتأذي حالك؟ شكلي ضايقتك مو هيك؟ لا تضايق حالك، أنا مو باقيلي بهالحياة كتير. انت تطلع على حالك، شوف ايدك، عن جد شي بيزعل. يعني معقول تعمل بحالك هيك مجنون؟ كأنه ما تعرفنا. هاد مو موضوعنا. قبل ما أعرف ليش عملت هيك ما رح أطلع من هالغرفة، رح ضل قاعدة هون. يا ممرضة، نادي قد ما بدك، ما حدا رح يرد. وهلأ احكي لي ليش هيك ساويت؟ اطلعي من غرفتي فورا. أسفة. هيك تربايتك انت؟ شبك عم حاكيك؟ شش، طلع فيني حاكيني. دخلك شو هو الشيء العظيم اللي بيخليك تعمل بحالك هيك؟ أنا مو مصدقة إنه في شيء بالحياة بيستاهل تعمل هيك شغلة. احكي لي ليش هيك عملت؟ بس قلي كرمال شو عم تضحي بحياتك؟ صباح الخير. حضرتك لهلا ما رحتي؟ طبعا. مرحبا. بالمناسبة اسمي نفس. وانت يمان مو هيك؟ انت امبارح نمت بكير وانا مليت لحالي كتير. قلت بشوف ملفك شوي وعرفت شو اسمك. طيب انا عم اسمع، يلا احكي لي.
قلت لك إنه ما رح أتحرك من هون لأعرف ليش هيك عملت. يا بنت أنا ما عندي أي شيء لأقوله، وبظن اللي صاير معي ما بيعنيكي. إيه؟ يمان، اللي عملته بحالك غلط كتير كبير صدقني. يا جماعة روق، بلكي إذا قلت لي أنا بقدر ساعدك، يا ممرضة، أو يمكن لاقي شي حدا بيقدر يساعدك. تفضلي صح؟ شوفي، ما قلت لك هي هون يا مدام؟ هاتي وين ايدك لو رحتي انتي؟ سمحتي. شغلتي لي بالي. ليكني هون خفت أمي. عليكي كتير. طيب ماشي، حقك علي ماما، آسفة. ليكني هون شبه. بس ما بيصير. طيب أمي، خليني أعرفك على رفيقي الجديد يمان. أمي يمان، امبارح قضينا كل الليل عم نحكي أمي، لا تواخذينا ما حسينا كيف مرق الوقت. انبسطت بمعرفتك ابني. أنا أمها لنفس. هلأ خلينا نروح لأنه لازم يرتاح. سلامتك. ليك رجعت لك ها. أنا شرحت لكم شو وضعها من قبل. الأخبار مانا منيحة، بنتكم حالتها ما بتطمن أبدا، وصلت للمرحلة الأخيرة من قصور القلب. للأسف وصلنا للشي اللي توقعناه، وبظن حكينا من قبل شو فينا نعمل بهاي المرحلة. بس هلأ ما ضل قدامنا إلا التنفيذ. قولي لي دكتورة، قديش ممكن؟ يعني ممكن تعيش لسنة. كل اللي بدي إياه إني أطلع بسرعة من هون. أنا برأيي إنه جرحك لسه لهلأ ما طاب، أنت لازم تبقى عنا هون. لا ما رح ضل هون، خرجني. رح ترجع تعيدها مرة تانية؟ أنت ما سألتني ليش أنا بالمشفى، ومع هيك أنا رح جاوب. أنا مهددة بالموت من أول ما خلقت، وعم حارب مشان ما أموت. وقل لك شغلة، مستحيل إني ضل عايشة بصراحة، ومع ذلك دائما عندي أمل. وقبل شوي
الدكتورة قالت لي إنه مو باقي لي وقت كتير. أنا هلأ عندي استعداد لأي شي كرمال تكون صحتي منيحة، يعني حتى أكون مكانك أنت. أنا كان عيد ميلادي امبارح، بظن هي آخر سنة رح أحتفل بميلادي. أهلي بيحتفلوا بعيد ميلادي على إنه الأخير من لما كنت ب6 سنين. أصلاً أكتر شي زعلانة مشانهم. تخيل أنت من أول ما خلقت بنتهم وهن عايشين الخوف من إنهم يفقدوها بلحظة. أمي سمتني نفس كرمال هالشي، وأنا متأكدة إنه أمي عم تعد أنفاسي من وقت خلقت. أنا ما بعرف قصتك ولا بعرف شو الشي اللي وصلك لهون. شو ما كان هذا الشي ما ببرر لك غلطتك. ضمن هالمشفى في كتير عالم عم تحارب حتى تبقى عايشة، وانت هون لأنك حاولت تقتل حالك. اتركيني بحالي. تكرم. بنتي انتي شو اخذك لعنده؟ شو بدك بهالشغله؟ أمي أنا حابة ساعده، شو الغلط بالموضوع؟ كل شيء له حدود بهالدنيا نفس. لسه نحن ما بنعرف عن الشاب اي شيء، بركي ما منيح. لو كان ممكن يأذي حدا ما كان جرب يموت حاله. وهذا شيء عادي؟ قصدي انه القصة غريبة كتير، مو هيك؟ لو شو ما صار معه كيف بيعمل هيك شغلة؟ أنا كرمال أفهم هالشي حابة إني روح شوفه. بدي أعرف شو الشي اللي بيخلي إنسان يموت حاله. نحن شو دخلنا؟ شو بيهمنا هالموضوع؟ عن جد ما بيهمك هالموضوع؟ لا بنتي انتي. أمي بلكي أنا بقدر ساعده لهالشاب. طيب اسمعيني، كل ساعة بتتصلي فيني أو على الأقل بتبعتي لي رسالة، وإلا رح أجي لعندك. ليش بتعرفي العنوان؟ انتي رح تقلي لي بتبعتي لي موقع. التكنولوجيا خربت حياتنا. خربت حياتنا. بدي العنوان لأني رح ألحقك، حطيها ببالك. صباح الخير. شفت كيف بلاقيك؟ وأنا كمان فرحانة بشوفتك. يمان أنا رح أعرض عليك عرض بيعجبك، رح تفرح كتير بهالعرض. شو وين رايح؟ عن جد تركني وراح؟ هالإنسان مو طبيعي. أهلا وسهلا. بس اسمعني، عندي عرض كتير رح تفرح فيه صدقني. أوف شو هاد؟ أوف يمان افتح شوي. مو طبيعي.
اني رح امشي فانت غلطان. ما رح اتحرك من هون لحتى تجي وتفتح لي. هلا منشوف مين فينا اعند. استسلمت. وينه هاد؟ قديش بدي ضل استنى؟ شو بدي اعمل؟ صرت مجبورة هلا، مضطرة اني نط. شو بدي اعمل؟ ما بعرف أنا ليش كنت عم استنى. يمان، يمان، هي أنا نفس. افتح لي. قديش عنيدة؟ افتح. أنا كتير خايفة. افتح لي. شكراً كتير. صباح الخير. تعي 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 تعي، يلا وقفوا شوي، رح ألعب معكم إذا بتريدوا. وقفوا وقفوا وقفوا، لك ليش خايفين؟ ما رح ضايقكم أبداً. وقفوا، عن جد ما رح ضايقكم أبداً. وقفوا وقفوا، بدي ألعب معكم، ما رح خوفكم، لا تخافوا. وقفوا 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 وقفوا، لك استنوا. لك ليش عم تهربوا؟ ليش عم تهربوا مني؟ أنا ما رح أعملكم شيء.
ريشا، بس انت اعطيني هاي الفرصة، واذا ما نجحت بهالشي بوعدك بوقتها رح روح من هون وما رح خليك تشوف وشي مرة تانية. اما اذا ما بدك توافق صدقني وقتها رح تندم على الساعة يلي عرفتني فيها، لاني رح ضل عندك مثل وكأني مصيبة بحياتك ما رح شو تطلع منها. هدفك من اللي عم تساويه؟ هاي قائمة باللي حابة اعمله. كتير غريب بيتك على فكرة. كل هاي الكتب قارية؟ ما تقلي ما رح تطعميني. شو قصتك انت؟ هيك بتعامل ضيفة ببيتك؟ آسفة ما انتبهت. ريحة الأكل كتير طيبة، يسلموا إيديك. أنا جوعانة كتير. أنا حاسستك إنسان طيب. لسه ما بتعرفيني مزبوط. حتى الكرسي عندك من كل شي واحد. هي أسهل طريقة لتعبر فيها إنه ما في حدا موجود جنبك. على كل حال أنا جبت لك شاي، تفضل. ماشي. للأسف أنت مو مقدر النعمة اللي عايش فيها. طيب رح أشرح لك شغلة مهمة. ببساطة الإنسان مو دائما بيقدر السعادة، لهيك القدر ما بيعطيه إياها بسهولة. لازم نتعب مشانها، لازم ندور عليها بكل مكان لحتى نلاقيها. هيك الإنسان بيعرف قيمة هالسعادة لما يتعب لحتى يلاقيها، بوقتها رح تعني له بشكل أكبر بكتير. هيك الدنيا. المشكلة إنه الإنسان بيضل عم يدور عنا بعيد عن المكان الحقيقي، لأنه المكان الموجودة فيه ما بيخطر على بالنا. ناس بتقطع جبال لتلاقي سعادتها، وناس بتفكرها مدفونة بقلب شي محيط، والحقيقة السعادة قريبة كتير، أقرب من ما ممكن إنه حدا يتخيلها. بصراحة السعادة الحقيقية تبعنا جواتنا نحنا. وطبعاً الإنسان رح يدور كتير قبل ما يعرف إنه سعادته موجودة عنده.
إذا حابب إنك تكون سعيد تطلع جواتك يا مان. بأكد لك إنه كل شي عم تدور عليه بهالدنيا هو جواتك. صباح الخير. بعتذر، أنا ما كان قصدي إني خوفك، سامحني إذا بتريد. ولا يهمك، أنا اللي بعتذر منك، بس ما شفتك. أنا نافس رفيقة يمان. هيك لكان رفيقته. اعذريني يا أنسة، بس يمان ضيوفه كتير قليلين، لهيك استغربت لما شفتك هون. أول شي بلاها كلمة آنسة إذا بتريد عمي، وتاني شي يمان مو كتير سعيد بوجودي. فيني اقول لك اني ضيفه مو مرحب فيها. اسمي حمزة، أنا اللي بشتغله بالمزرعة. أهلين فيكي. تسلم، كلك ذوق. صباح الخير. ما أحلاهم. يا ريت لو تعامل كل المخلوقات نفس الشيء. كيف بقى نفس الشيء؟ قصدي اقول لك لو تعامل البشر مثل الحصان. هاي المخلوقات غير البشر، ولا معنك شايفة فرق؟ لا، قلي انت. الحيوانات ما بتجبرني على أي شيء، ولا بتطلع قدامي فجأة بطلبات ما بتخلص، وأهم شغلة عندهم إنهم ما بيحكوا. ايه صح. خليني اقول لك شو رح نعمل بالايام الستة الجايين. اول شغلة رح نعملها، انت رح تاخذني وتعرفني على كل شي بهالمزرعة. تاني شغلة انا رح اعرفك على كل رفقاتي. واكيد هون في صباح الخير عم حمزة. صباح النور يا آنسة. انا قلت لك بلا آنسة. وجودك هون بهالمكان غير كل شيء، خليتينا نتعلم شلون نضحك. لسه ما صار شي. صدقيني اللي عملتيه هون بيومين أنا بشوفه شغلة كبيرة. عمي حمزة، قلي ليش يا مان قاسي كل هالقد؟ يا ريتك عرفتيه قبل سنتين بس. كان بيحب الناس كتير وقلبه ولا أطيب من هيك. كان شخص مختلف عن يمانيا اللي بتعرفيه هلأ. بصراحة هو لهلأ قلبه طيب، بس شوفي هو من بعد هداك اليوم صار شخص تاني مختلف. أي يوم؟ أنا صاير عم بحكي زيادة. عمي حمزة، قلي بهاليوم شو صار؟ بصراحة أنا ما فيني أقول لك هالشي. هلا هو إذا حب يقول لك يقول لك، بس بأكد لك إنه الشخص القاسي اللي شايفتيه بالحقيقة ولا أطيب من قلبه. يا ريت تقدري ترجعي يمان لطبيعته يا بنتي. نفس ضلي زوريني. طبعا رح اجي بشوفكن. اللي عملناه شو اسمه؟ نحن اللي عم نموت منقله حب الأطفال، أما الناس اللي حابين يموتوا حالهم مثلك يبدو بيسموه شي تاني. طلع كل الأطفال اللي قدامك عم يدوروا على الأمل ليعيشوا، وأنت صرت جزء من أملهم. بعد ما زرتهم صار عندهم أمل ترجع تجي وتلعب معهم. رح يقضوا الأسبوع بشكل حلو كتير، ولا كأنهم مريضين أو عم يستنوا يومهم الأخير. طلع فيهم، هدول الأطفال عم يعيشوا ألم كبير نحن ما فينا نتحمله، وبسببهم هن. شو صار لك؟ فيكي شي؟ لا، دخت شوي بس. يلا نروح. رح يجي اليوم يلي يجي فيها التليفون. أنا متأكد إنه هالشي رح يصير، وقصة غسيل الكلية رح تخلص، وبوقتها كمل. شو رح يصير بس تخلص غسيل كلية؟ في بنت رح أعترف لها بحبي. يعني حابب وما في حدا قدك، ما هيك؟
بالتوفيق. طيب هي البنت ما بتعرف انه انت بتحبها؟ لا تاكل هم القصة ماشي؟ بكرة أول ما تبطل غسيل كلية بتقدر تعترف لها بهالشي. دايما في أمل، لا تخاف من أي شي. وهلأ رح أحكي لك قصة صارت معي، مستحيل إنك تصدقها لأنه ما بتتصدق. كان في بنت بحبها قبل ما أمرض وأعمل عملية. كنت مفكرها نسيتني. الصدفة رجعت جماعتنا مع بعض وطلعت لساتها بتحبني. أنا ما عرفت شو إلا بالأول. بصراحة خجلت كتير. قلت لها ما بقدر أنجب وهي ما فرقت معها القصة. قالت بلا الأولاد لأنه لسه بتحبني ولهيك هي رح تضحي كرمالي. وهذا اللي بيسموه حب حقيقي. اسمع، الدنيا ما ممكن توقف عند أي قصة. مجرد إنك تقاوم ظروفها رح تستسلم إلك ورح تاخد شو ما بدك منها ورح تحقق أحلامك. وقصتي أكبر مثال، بس طبعا نحن ما فينا نجيب أولاد، بس رح نعيش السعادة. حتى لو في شغلة ناقصتنا، في سعادة رح نعيشها. بإيدي هدول تلت أهلي. غلطت غلطة وماتوا من وراها، وبدل ما أنا أدفع الثمن هن اللي دفعوه وماتوا. ليش ما رحت على اليسار يا ابني؟ اجيت من طريق مختصر بابا، أكيد هلأ زحمة ونحن متأخرين على موعدنا. طيب ماشي. ارتاح بابا، لا تضل مستنفر، وانتي كمان ماما نامي شوي. طلع قدامك. شو صار؟ أنا الوحيد اللي ضليت عايش بوقتها. أمي يا ناس حدا يساعدنا. ببساطة أنا اللي غيرت الطريق. لا هيك هذا الذنب ذنبي. هذا الذنب مو ذنبك، وهالشي متأكدة منه. بلا ذنبي. كل الحق علي. قراري هو اللي قتلهم. كنت السبب بموتهم. أنا قتلت اللي جابوني على هاي الدنيا. لهيك مو من حقي إنه أعيش. أنت ما كنت بتقصد، هذا حادث. شو الفرق هلأ؟ ها؟ برأيك تغير الواقع؟ طبعا تغير. نحن بشر ومنغلط، مندفع الثمن غالي أحيانا، بس بالواقع نحن البشر هيك. ممكن تكون غلطت صح، ايه بس لسه إلك الحق بإنك تكمل حياتك. شوفي، يمكن صعب تحسي أنا بشو عم حس. لسه إلي حقوق. طبعا حقك تكمل، حتى أنك مجبور. أنت دفعت أغلى ثمن على هالغلطة، بس برأيي إنك عم تظلم حالك. طلع، اليوم خطيت أول خطوة. ما كنت عم تحكي لي شي، إنك تقلي هالشي شغلة عظيمة. أنا نجحت، مو مصدقة.
السنارة. سيفينش، لا تخافي، هي منيحة. بعرف اليوم حكينا سوا. لكن ليش هيك زعلانة؟ قديش رح نبقى بهالوضع؟ قديش رح نعدي الأيام؟ قديش رح نقدر نتحمل؟ إذا بصير لها شي أنا رح أموت من بعدها. يا ريت لو في عنا حل. يا ريت. أصعب شغلة بهالدنيا ألم الأب والأم على أولادهم. كتير صعب، كتير. كل شي جاهز؟ هلا بس نحطه بالصندوق كل شيء رح يكون جاهز. حلو. اليوم بقى لوين اخذتيني؟ رح اخذك على مكان بجنن. يلا يلا. انا ما بسوق سياره. ولا امتى هذا الشي؟ لاخر عمري. لا طيب موتورك بتسوقه؟ طبعا بس لحالي بكون. على الاقل بتقل نسبه اني اذي شي حدا. يلا خلينا نروح. تركيني بقى. أوه. شو صار لك انت؟ اسف، مو قصدي. انت اللي جبرتيني اتصرف بهالطريقه. طيب مو مشكله، اذا زعلان علي عن جد خلينا نمشي. هو انا اللي بسوق. وجعتي لي قلبي، ما عاد اقول لك شي بنوب. طيب يلا يا معلم سوقي. انت كيف هيك مانك سائله بالمره؟ الامراض الصعبه بتعلمنا شغلات كتيره. بدل ما اعيش بالخوف وموت 1000 مره، بنسى القصه وبعيش كل لحظه بلحظتها. الانسان ما بيعرف قيمه الشغله لحتى يفقدها. يمكن لو ما كنت مريضه هالقد ما كنت عرفت شو قيمه الوقت الحقيقيه. المرض على قد ما انه سلبي على قد ما انه ايجابي. وعلى فكره انت محظوظ كتير انك بقيت عايش بعد يلي عملته. قلتي لي محظوظ؟ كان الأحسن إلي إني موت. عم تظلم حالك. المشكلة متأكد إنه إحساسي بالذنب على طول رح يضل مرافقني. لا تقول هيك. شو بدك أقول لك؟ الوقت ما بينسيني، إذا ما كان العكس. وجعي عم يزيد يوم عن يوم. كل ما بقول نسيت، الذاكرة عم ترجع بشكل أقوى. أنا كتير موجوع. عن جد خفت.
بعرف مو مصدق امتى رح تخلص مني، بس لا تخاف، خلص الأسبوع. اليوم آخر يوم، بكرة رح أمشي من هون. بس قبل ما أمشي عندي طلب أخير. يا ريت تجي على العنوان اللي مكتوب الساعة 5، ويا ريت ما تتأخر. إذا ما إجيت كتير رح أزعل منك. بتصور صرت تعرف إذا زعلت شو ممكن أعمل. أنا عم بستناك. شو حلو شاطر العصر. شطورة. حبيبتي بنتي مميزة. يعطيك العافية. حلو كثير. أهلا وسهلا. عزفك كتير حلو نفس. يعني عجبني. طبعا كتير عجبني. هذا الشاب نفسه. أنا ماني عم طيب أنت شايف مثل ما أنا شايفة؟ بس ما كنت بعرف إنك بتعزفي. من وين رح تعرف أستاذ يمان؟ ما عطيتني فرصة لأحكي لك. ايه فعلا معك حق. أنا آسف، بعتذر. من إمتى بتعزفي؟ أنا تقريبا بلشت بالعزف من أول ما وعيت، وحبيت التشيلو أكتر لما صار رفيقي بفترة مرضي. المهم، وأخيرا خلصنا هالأسبوع، يعني صار فيك تاخد راحتك. هلأ ما عاد في حدا ينق على راسك ويضل عم يزعجك طول الوقت. أول شغلة، كتير فرحانة لأنكم ما تركتوني بهاليوم المميز لوحدي. شكراً لوجودكم. الرسالة بهذا اليوم هي إنه الإنسان ما بيقدر يصمد قدام الحب الحقيقي قد ما
يمان، شو صاير؟ ليش هيك زعلان؟ خلص الأسبوع وراحت. وانت خليتها تروح؟ شو كان فيني أعمل؟ إلا لا تروحي، انت كان فيك تمنعها، لو بدك ما كنت سمحت لها تروح. شو صار لك يا ابني؟ انت لو ما بدك اياها تمشي كنت لقيت طريقة لتبقى معك. طيب وأنا شو بقدر أقدم لها؟ الحياة. انت فيك تسعدها لهالإنسانة. أكيد القدر ما جابها لعندك بدون أسباب. القدر عم يقلك إنها إلك. انت بتعرف إنها قدرك. البنت مريضة وبالآخر رح تموت، رح أخسرها وأنا ما عدت متحمل أخسر أي حدا. مشان هيك قوم الحقها وحكيها قبل ما تروح من إيدك. اوعك تخسرها، هي آخر فرصة. هم؟ هم؟ يمان، ليش تأخرت هالقد؟ توقعت جيتها، هي فوق. ماشي، شكرا خالتي. بتلاقيها بأول غرفة اللي قدام الدرج. شو جابك لهون؟ اللي جابني لهون واضح كتير برأيي. بظن الأوضح أنه ما بدي هذا الشيء. يبدو لازم أقول لك إياها بوشك. ممتاز، أنا أجيت لهون لحتى تقولي اللي بدك إياه بوشي. حلو. أنا ما بدي نكفي. فهمان عليكي، لا تعملي هيك، بكفي بقى. طالما فهمان وبتعرف كل القصة ليش اجيت؟ امشي لو سمحت. على فكرة أنت طلعتي بنت جبانة كتير، أبدا مانك قوية مثل ما قدمتي حالك. يلا روح. من هون ماني رايح، قولي واعملي شو ما بدك، أنا ما رح أتخلى عنك، ومين العنيد هلأ منشوف. أنا ما بدي. لك ليش؟ لأنه رح موت عن قريب. أنا رح موت يا مان وما فيني أعذبك معي. شو جابك؟ أنا كنت عايشة حياتي مثل ما هي، كنت متقبلة كل شيء، ليش طلعت لي؟ أنت اللي طلعتي لي يا بنت. أنا كنت حابة ساعدك مو أكتر، أبدا ما تخيلت نوصل لهالشي. طيب ووصلنا. فهم علي، أنا كل ما تعلقت بأمور بهالدنيا رح تصير قصتي أصعب علي. أول مرة بحس إني مو مسيطرة على حالي. عملت شغلات بعرف إنه مو لازم أعملها لحتى وصلنا لهون، بس ما فيني كفي بهالقصة. يا مان أنا هيك قدري، ما رح يتغير. أنت ببساطة خايفة من حالك ومن مشاعرك، وخايفة من اللي حاسستيه، وجاية عم تربطيه هلأ بالقدر. ليش؟ مو قلتي لي مرة اترك كل شي وراك؟ وأنا كرمالك عملت هيك. نحن عم نبالغ بالخوف لحتى نصدق إنه الواقع ما ممكن يتغير. مو هيك كان كلامك ولا نسيتي؟ أنت اللي قلتي إنه الواقع بيتغير، وقلتي نحن بنختاره ومنحدد كل مجرياته. بس في قدر ما بنقدر إنه نغيره. صدقني أنا ما عندي حل. لو سمحت يلا روح بقى. اسمعيني لو سمحتي. روح. انت غلطتي بتصرفك. حتى أنت أمي. ليش ما عم تقدروا تفهموني؟ أنا فهمانتك بنتي،
أنا بس بدي منك تشوفي نص الكاس المليان. اجتك فرصة لتكوني سعيدة، وانتي مانك عم ترضي تعيشي هالفرصة لتكوني انتي وياه سوا. أمي، ما في مهرب، بالآخر رح موت. ما حدا فينا رح يهرب من الموت، بس أنا وضعي غير الباقي. أنا مو شايفة هيك بنتي. انتي أول ما خلقتي الدكاترة قالوا لي بصراحة إنه ما أتأمل تعيشي، حتى قالوا لي الأفضل إنه أجيب ولد تاني. أنا ما قدرت أتخلى عنك، ولا حتى فكرت بولد تاني. بتعرفي ليش؟ لأني بنتك أمي. إيه بنتي وحبيبتي، بس مو السبب الوحيد. لأنه الحقيقة نحن ما منعرف أعمارنا، ولا منعرف إمتى بدنا نموت، ولا حتى كيف. يعني لو جبت طفل غيرك كان فيني أضمن إنه رح يعيش قدك؟ صدقيني بنتي، كل حدا في إله يوم. كل نفس بتتنفسيه هو أمل إلنا. لا تيأسي، عيشي اللحظة، لا تضيعي عمرك. مين من الناس بيقدر يضمن استمرار حياته للشخص يلي بيحبه؟ طالما قلبك عم ينبض معناها إلك حق بالحب. قضيتي عمرك عم تعطي أمل للعالم، وأنتي كمان بحاجة لهالأمل. ليش لا تحرمي حالك من شي دائما عم تحاولي إنك تعطيه لغيرك؟ كوني قوية. أنا بحبك، وأنا كمان بحبك أكتر يا نور عيوني. لا تتركيني، بترجاكي. Aşkın olmasa döner miyim bir başıma? Aşkın olmasa an durur, zaman gelir. Aşkın olmasa güneş donar, ay söner. Aşkın olmasa ölüm gelir, alır gider. حابة أطلب منك شغلة. بدي إياك توعدني إنك تبقى منيح بعد ما أموت. إذا ما بتوعدني إنك تبقى بخير، أنا رح أمشي هلأ فورا، وما بقى تشوفني شو ما صار. أما إذا بتوعدني
إذا بتوعدني أنا رح أوعدك إني ما رح أتركك لحتى أموت. شو بتوعدني؟ بوعدك. Aşkım olmasa ölüm gelir alır gider. كنت مفكرتك واحد عديم المشاعر. أنا كثير متفاجئة. بتعرفي شغلة؟ انت اجمل بنت بالعالم وانا مجنون فيكي. بعرف إنك عم تجاملني، مو مصدقة. مو مجاملة، انت حلوة وعندك اطيب قلب عرفته بهالدنيا. على فكرة انت قدرتي تغيري لي وجهة نظري بالحياة. يا ريت تضل هيك على طول. رح ينزل مطر، خلينا نفوت. يلا. يي شو هالجو؟ برد كتير. هلا بتدفي. قديش عندك برد؟ شكرا. حلو هالمكان. على فكرة أول مرة بزوره، منيح إنه إجينا. بس ليش جبتني لهون؟ قعدي. كتير في حزن بمحطات القطار، لأنه الانتظار والفراق حالتين بيصيروا فيها، والحالتين كتير بيزعلوا. كنت اجي على المحطة كل ما أحس بالوحدة. يمكن كنت بتمني يكون حدا جاي لعندي، مع إني بعرف إنه ما حدا جاي. ويمكن كنت عم استنى أهلي. بالمحطة بيلتقي اللي جاي واللي عم يستنى، وهلأ اجت اللي أنا استنيتها، وهي أنت يا بنت.
أنا آخر همي شو رح يصير وقديش منعيش. المهم إني أعيش معك لآخر لحظة. تقبلي إني أتزوجك؟ كان بدك تساعديني وتقويني، وقدرتي بعنادك تحققي هالشي. إذا كان حلم ما بدي إياه يخلص. أنتي رجعتي لي عمر مفقود، ويمكن بدونك أرجع ضيعه. لازم اقول لك شغله، نفس فيها تعمل كل شيء لحتى تقنعك باللي بدها اياه. انت بس تطلع على نظراتها، بهي النظرات قدرت تضحك علينا كل هي السنين. انتبه لا تصدقها كثير. شكرا على هالحكي. شو القصة بابا؟ صاير من طرفه. لا بس انا كان قصدي اعرف اذا كان هو رح يقدر لك ولا حيكون مثلنا وحينفذ وبس. بس انا كنت عم اعطيه شويه نصايح. لا تخاف، أنا حفظت النصايح كلياتها. على ما يبدو انه الرجال اتفقوا علينا اليوم يا نفس. طالما هيك من واجبي اني وقف مع بنتي، وانتو بتعرفوا قد ما اعطيتوا نصايح لبعضكم، وحتى لو شو ما عملتوا النسوان ولا حدا بيوقف بوشهم. مزبوط ابني، في عندهم طرق بيخلونا نعمل مثل ما بدهم. صح. الأحسن إنك تتعود. ها رح بلش من هلا. بنتي قد حالها. لا تخاف علي، رح عوده. أهلا وسهلا. أوف، أنا نسيت قصة فستان العرس. إمتى رح قيسه؟ الساعة 2 بنتي. بدك اجي اخذك؟ لا أمي لا تتعذبي، رح أجي أنا ويمان. طيب ماشي، انا عم بستناكم، لا تتأخروا علي. طيب أنا رح سكر هلأ. افتحي لي. يعني ما رح تفتحي؟ ما رح أفتح. برأيي اطلب بيتزا، لأنه حسب ريحة الطبخ بظن ما رح ناكل.
إذا كنتي مفكرة إنك تمرقيها بهالكلمتين فغلطانة كتير يا روحي. أنا ما كنت متوقعة تكون بلا ضمير لهالدرجة أستاذ يمان، وحضرتك كيف بترضى لي لشوف؟ لما المستحيل بيتحقق. كنت مفكرة إني الوحيدة اللي بصدق هالشغلات هدول. أنا رح أعمل كل شيء لحتى أحقق المستحيل. أنت حققته أصلاً. مرحبا. يا عمري، كيف صرتي هلا؟ طمنيني بنتي. منيحة. أكيد صرتي منيحة. إيه أمي. تاتا تاتا. يا أميرتي شو كل هالحلاوة؟ كأنه كبرتي بسرعة. ليكك هي صرتي عروس. لسه متذكر أول كلمة قلتيها وأول خطوة مشيتيها. وهلأ رح تمشي من هون، بس أكيد ما رح تنسينا. ما لما تحتاجي لأبوكي رح تلاقي جنبك. يا روحي. طيبة كتير. إذا بتسمحوا أنا حابب أقول شيء لشريكة عمري. بهذا اليوم نحن عم نثبت إنه وقت يتحدوا قلبين ضعاف والحب بيربطهم وبيعملن قلب واحد، فرح نقدر ننجح بكل شيء بهالدنيا. وبوعدك قدام كل اللي اجوا لحتى يباركولنا انه رح ابقى حبك كل العمر اكثر من اي شيء تاني. وكمان رح اوعدك اني رح كون قد احلامك ورح روح وراها وين ما بدك ورح نحققها. بحبك كتير يا روحي وبدي تضلي معي. ألف مبروك. ألف مبروك، تتهنوا.
بتعرف اشتقت لها؟ وبعد فترة عرضت عليها الزواج وببساطة قامت وافقت وأنا تلبكت كتير ووقتها صرت أتذكر الحديث اللي صار بيناتنا قدام الكل. قال له الدبدوب أنا بعقلك. وانت جرب تعمل مثله كمان؟ صار يعمل هو. تعرف الدبدوب شو قال له؟ إيه ما بيصير تغش يا مان، خلص طلع لهنيك. وهلا انا خلصت. انا بعدت اكثر. قوية وعنيدة. حبيبتي يا روحي، وينك؟ عاملة حالك غثيانة مو هيك؟ يلا فيقي بقى، أنا أجيت. نفس 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 مرحبا. خوفتيني عليك كتير. لا تخاف، أنا منيحة. طبعا منيحة. شو هذا الشيء؟ هذا الشيء رح يساعدك لتتحسني. عم يقولوا رح نضل هون فترة. لا لا بابا. شو بدك حياتي؟ بابا نحن حكينا كتير. أنا قلت لك ما بدي هاي الآلات نهائيا وأنت وعدتني. بس هالقرار ما عاد عند أبوكي ولا حتى عندك. طيب يا إذا بدك ياني أوفي بوعدي إليك، المفروض تحاربي لآخر لحظة حبيبتي. مو مسموح إلك إنك تستسلمي أبدا. أنت اللي علمتيني هذا الشيء، لأنه أنت اللي كنت تقولي طالما عم نتنفس معناتها في أمل. لا يا مان، ما بدي أموت وأنا بهالتخت ومربوطة بكل هاي الأجهزة. هذا الشيء ما راح يصير. إيه؟ بوعدك يا روحي، اوعى تخافي. إيه؟ رح تقاومي لآخر لحظة، مو بس من شانك، من شاننا نحن أنا وياكي. طيب، لآخر لحظة بوعدك إني رح قاوم. للأسف وصلنا لآخر الطريق. بعد هالمرحلة ما عاد فينا نعمل شيء. الأجهزة هي الوحيدة اللي ممكن تساعدها. نحن عم نعمل كل شيء بنقدر عليه لحتى ترتاح، بس من هاللحظة للأسف لازم كلنا نكون مستعدين لأي شيء.
يا حلوة، انت فائت أميرتي الحلوة. حبيبتي الحلوة فتحت عيونها وعرفت انه نحن كلنا مشتاقين لها. يا روحي بنتي الحلوة، يا روحي لا تخافي رح تتحسني. ماشي يا روحي، لا تخافي من شي. ليلي بردانة؟ أكيد يا روحي. طيب أعمل لك شي؟ بدك شي؟ عن جد هالشاب أبداً ما إنه طبيعي. شكلي كتير رح أتعذب معه. أنا ما كنت متوقعته شرير كل هالقد، كتير نفسية وما بيتحاكى. كيف رح خليه يحكي؟ شو هالشاب هاد؟ أخيراً اليوم ابتسم. بصراحة طلعت ضحكته حلوة كتير وبتجنن. لك شو عم تحكي انتي؟ لا تبالغي كتير يا بنت. خايفة كتير إنه يماني عمل بحاله شي. بتمنى ما يتهور أبداً. اليوم اعترف لي إنه بيحبني. لو بيعرف قديش بحبه من أول ما ضحك. كانت أصعب لحظة لما تركت بيته. يمكن لو تودعنا ما كنت رحت. شو رح أعمل بهالقصة؟ كيف رح أقدر ضل بعيدة؟ وأخيراً حسيت بالسعادة. أول مرة بحس إنه قلبي عم ينبض فعلاً. يا ريت لو في وقت كتير. مين بيعرف؟ يمكن كنا بنقدر نجيب ولد ويكون بيشبه أبوه. كنت مفكرة حالي جاهزة للنهاية بس لا. أنا ما بدي موت. ما بدي هالقصة تخلص. حابة ضل جنبه. حابة أشوفه ختيار وهو كمان يشوفني ختيارة. شكلي ما رح أتحمل أكتر. يا ريت لو في حل. بعرف إنه هي أنانية، بس يا ترى معقول يحب شي بنت بعدي؟ أنا ما بدي إياه يحب. ما بدي يحب. معقول يشوفها مثل ما عم يشوفني؟ خلاص ما بدي أفكر بهالشي. شو وينه؟
أنا بتبرع بكل أعضائي وبطعطوا قلبي لمرتي اللي عم تموت وبتقولوا لها إني لحقته. وأخيرا تحقق اللي ناطرينه بنتي. في شاب توفى من شوي وكان طالب إنه يتبرع بكل أعضائه. رح نعطيكي قلبه ورح تصيري منيحة. والأهم من هذا الشي كله بنتي إنه في تطابق. هلأ رح يعملوا لك العملية فوراً. لا تخافي يا روحي، رح تصيري منيحة، كوني متأكدة يا روحي. انتي بنتي الحلوة، لا تخافي. كان عندي أمل، بعرف إنه بالآخر رح يصير هالشي. خلدون صاير شي؟ الشخص اللي عمل هذا الشيء هو يمان. يمان؟ كيف يعني؟ ما فهمت. لازم حكي يمان وقول له يمان ما بيعرف شو صاير عنا هون. ما معقول، مشغول بالي عليه. لازم احكي واعرف وين هو، ليش مانو معنا، وين هو، وين. لازم دق له. يمان خلدون لا تقلي، لا تحكي شي. لا خلدون، لا تحكي شي. اوعك تقلي خلدون. يمان
ما كتير مهم قديش منعيش، المهم كيف نعيش. أنا هلأ فهمت هالجملة، وبصراحة أنا هلأ بلشت عيش. Geçer zaman, biter günüm. Ben neredeyim? Yavaş yavaş batar güneş, hava soğur. Sen neredesin? Yağmur Adım adım geçer zaman, biter günüm.